ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة سلام الفضائية في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا، الذي نناقش فيه العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الإريتري. في حلقة اليوم نسلط الضوء بالحديث عن كبيرة من الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل، التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الحديث عن في حياتنا، والعديد من النقاط أناقشها مع ضيفي من داخل الاستوديو الدكتور سلمان، الباحث والمحلل في الشأن الإفريقي. مرحبا بكم. ومعنا أيضا عبر الفيديو كول فضيلة الشيخ عبد العليم إدريس. مرحبا بكم. كما يسعدني مشاهدي قناة سلام الفضائية بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم المتعلقة بهذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، أو عن طريق رقم الواتس الذي يظهر أسفل الشاشة 0044 7947 831417. بداية دكتور حسن سلمان، نريد التعريف بالشرك وأقسامه، وما الفرق بين الشرك والكفر البواح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يجعلنا من أهل التوحيد ويجنبنا الشرك وأهله. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. ويقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. ويقول: قل هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فنلاحظ بأن كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم قضية اهتم بها ونالت العديد من النصوص، وتكاد تكون أكثر النصوص تقريبا في هذا الاتجاه، وذلك لأن القضية المركزية في كتاب الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى والتوجه بالعبادة إليه وترك كل ما يناقض ذلك. وبالتالي يعني الآيات كثيرة ومتضافرة حول مفهوم توحيد الله سبحانه وتعالى. يناقض ذلك موضوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نقف على مفهوم الشرك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرك نقيض التوحيد. فإذا كان التوحيد يقوم على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فالشرك يقوم على التعدد في الآلهة. ولذلك التعدد في الآلهة هو الإشراك بالله. هذا التعدد سواء كان تعدد في التصورات، أو تعدد في القصد، أو تعدد في التعبد، أو تعدد في التقرب، كل هذا يعتبر شركا. فباختصار الشرك أن تعبد الله وتعبد غيره، والتوحيد أن تعبد الله وحده. والكفر بالله سبحانه وتعالى هو أن تنكره، يعني الكفر يقوم على الإنكار، يقوم على الستر،
أو الستر ويقوم على الجحود. فالكافر جاحد ومغطي لنعم الله، ولذلك نجد في القرآن الكفر يقابله الشكر. الشكر فيه إظهار، فيه اعتراف، فيه ثناء. الكفر فيه جحود، فيه نكران، فيه عدم اعتراف. فنلاحظ أن الكفر من حيث السعة والضيق ستلاحظ أن الكفر أوسع من الشرك. ولذلك العلماء يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل مشرك كافر بالله، يعني كل مشرك كافر بالله، ولكن ليس كل كافر مشرك بالله، لأن الكافر أصلا قد لا يكون معترف بالله أصلا. فالملاحدة لا نقول عنهم مشركون، نقول عنهم كفرة، لأنهم لا يعترفون بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الكفر يدخل فيه الجحود في القضايا العملية، يعني من جحد تشريعات الله يعد كافر. مثلا من يقول والله الله ما حرم الزنا، ما حرم الخمر، ما حرم كذا، أو استحل ترك الصلاة. لاحظ، ليس من يتركها تكاسلا أو تهاون، لا، جحدها، أو جحد الزكاة، أو جحد الصيام، فيقال لهذا كافر، بمعنى أنه جحد حكما شرعيا. فتلاحظ أن الكفر أوسع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هو الشرك قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن جعل لله أندادا فقد أشرك بالله. وبالنسبة لأنواع الشرك، إذا جئنا إلى أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، على كل هي كثيرة ومداخلها كثيرة، لأن الشرك بحقيقة الأمر هو خروج عن مراد الله سبحانه وتعالى، والناس في الخروج هذا تتنوع، في اتخاذ آلهتها تتنوع، لكن هنالك 4 ركائز أساسية تعتبر أركان لأنواع الشرك. الشرك الأول هو شرك القصد والإرادة. شرك القصد والإرادة بمعنى أن الموحد يقصد وجه الله والدار الآخرة. المشرك بالله تتنازعه الآلهة، فقد يقصد الله ويقصد غيره، يعني لا يقصد الله وحده. زي ما شاء الله، ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء القصد. الأمر الثاني مثلا من يقصد بعمله الله والناس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. فمن الناس مثلا من يقصد بأعماله الدنيا وهو يؤمن بالله، ولكنه تجد أن مساحة الدنيا عنده واسعة قصدا. أعماله معظم ما يتقرب به يعني أعمال قربة، ولكن القصد فيها وجه الناس لا وجه الله. هذا الجانب الأول، وهذا يعني آياته كثيرة. يعني الشيخ مثلا ممكن يكون الرياء. الرياء هذا من الشرك الأصغر، لكن قد يتحول الأمر إلى شرك مطلق، وهو أن يكون قصد الإنسان كله غير وجه الله. هذا واحد. النقطة الثانية اللي هو كفر المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظنا، يحب الله ويحب الأولياء، يحب الله ويحب الصالحين على طريقة ليست مساواة، يجعلهم في مقام الله. لأنه هنا موضوع الحب شوي دقيق، يعني الحب فيه مساحة للخلق. يعني يمكن للإنسان أن يحب الله ويحب زوجته، يحب الله ويحب أبنائه، يحب الله ويحب، لكن الله سبحانه وتعالى في موضوع الحب أراد أن يكون حبه أعلى من كل شيء. مثلا الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن في سورة التوبة تكلم عن الذين يحبون يعني آباءهم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، قال أحب إليكم. صحيح. فلم ينفي حبها، يعني هذه كلها محبوبات، لكن إن كانت أحب إليكم. وعندما تكون أحب بمعنى أن عند التعارض بين مراد الله وبين حب الله وبين مطلوبات أوامر الله وبين هذه، فإن آثرت هذه الثمانية فقد صار حب هذه أعلى من حب الله. أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. فهنا يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله والعياذ بالله. طبعا في هذا الجانب يدخل الأمور كثيرة جدا. فقد يكون بعض الناس يتعلق بامرأة فيكون مطلوبات هذه المرأة أعظم من مطلوبات الله، وممكن يضحي بكل أوامر الله. ومن الناس من تكون والله حركة المال، والمال عنده أعظم مطلوب. ومن الناس من عنده السلطة أعظم مطلوب، في سبيلها يمكن أن يقاتل ويدمر الشعوب إذن هذا شرك المحبة. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك الطاعة. شرك الطاعة وهو أن الإنسان مطالب أن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن
موضوع الطاعة قد تتزاحم فيه كذلك المساحات، فبعض الناس يطيع الله ويطيع غيره. صحيح. يريد أن يكون والله شرع الله سبحانه وتعالى وشرع غيره في آن واحد، فيريد أن يطيع الله ويطيع الطاغوت، والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. النوع الرابع وهو عظيم جدا، وكثير من العامة ربما يقعون في هذا الجانب، وهو شرك الدعاء. شرك الدعاء وهو أن يدعو الإنسان الله ويدعو غيره. والله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. صحيح. والله عز وجل يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويقول فادعوني استجب لكم. وإبراهيم عليه السلام لما جادل أباه أخيرا حصلت المفاصلة بينهم، قال فاعتزلهم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فسمى الدعاء الذي هم يتجهون إليه سماه إبراهيم عليه السلام عبادة. سماه عبادة. قال فلما اعتزلهم وما يدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون في آيتين. أيوه. الأولى دعاء والثانية عبادة. فنلاحظ بأن موضوع الدعاء هذا ربما موضوع خطير جدا وشائع، وعلى كل في تفاصيل كثيرة جدا داخل كل قسم من هذه الأقسام، لكن إجمالا يمكن أن نقول هذه هي أنواع الشرك الأكبر. هنالك تقسيم آخر باعتبار الأحجام، هنالك شرك أكبر وهنالك شرك أصغر وهنالك شرك خفي. فالشرك الأكبر هو الذي قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأربعة عندما يقع الإنسان في هذه الأنواع الأربعة الكبرى فقد أشرك بالله ووقع في وعيده هنا الوعيد الذي لا يقبل الرحمة معه ولا يقبل الغفران معه. فإما أن تكون موحدا وتخرج من دائرة الشرك الأكبر، وإما أن تكون مشركا وتقع في هذا التهديد. المستوى الثاني هو الشرك الأصغر، وهذا موضوع الرياء خصوصا. بعض الناس يحب الفخر، يحب المدح، يحب كذا، وهذه يقع فيها المسلم، يقع فيها وهو فيها وعيد، وتتداخل أحيانا في موضوع الرياء بالذات. قد يدخل الإنسان في عبادة من العبادات بقصد الله تبارك وتعالى ابتداء، فيكون قصده في الأول وجه الله، ثم يحاول يحسن الصورة لما يرى من نظر الناس أو كذا، وهذا أيضا يدخل فيه الشرك الخفي، ويدخل فيه شرك التحسين، خاصة شرك التحسين، وهو أن يحسن الرجل عبادته لما يرى من نظر رجل آخر. فهذه تقريبا موضوع الشرك وأقسام الشرك في كتاب الله تبارك وتعالى. تمام، أحسن الله عليكم دكتور حسن. شيخ عبد العليم إدريس، لو تحدثنا عن مظاهر بداية الشرك بالله عز وجل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي فضيلة الشيخ أبو البراء الشيخ حسن، أبلغه سلامي كذلك لك وحشة. وثانيا ندخل في الموضوع حتى لا نطيل البرنامج. ومفهوم التوحيد كما والشرك نقيضه كما ذكره الشيخ. بداية كما أخبر الرسول أو أخبر الصالحين منهم أظن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان الناس بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. إذن هنا ننظر كل الذين كانوا من آدم عليه السلام إلى عهد نوح كلهم كانوا موحدين، ثم طرأ عليهم الشرك فبعث الله تعالى نوحا ليدعو الناس إلى التوحيد. هذه كانت أول بداية الشرك في البشرية، شرك الذي أشركوا به. فبالتالي هذه الفترة كان الشرك بدأ فيها، وكان بداية لم يكن حسب اعتقادهم أنه يؤدي هذا الشيء إلى الشرك، لأنه كان عبادة الصالحين والتي ذكرها في القرآن عندما أرسل الله تعالى نوح ليدعوهم إلى هذا التوحيد. فرد الله تعالى ما رده به قوم نوح لنوح عليه السلام: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء رجال كانوا صالحين. هذه كانت بداية الشرك في البشرية، ثم تطور الشرك في قوم نوح نفسه إلى أن وصلوا عبادة هؤلاء الصالحين الذين ماتوا بوحي من الشيطان. فبداية قال لتتذكروا ولتتبعوا آثار
الصالحين ثم طورهم شيئا فشيئا جيلا بعد جيل حتى عبدوهم، ومنها بدأت تنتشر في البشرية بعد ذلك. هذه بداية الشرك اللي كان فيها يعني. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا عبد العليم الجديس. دكتور حسن سلمان، ما هي أنواع المعاصي أو الأعمال المؤدية تدريجيا إلى الشرك بالله عز وجل؟ هي على كل القضايا الأربعة التي ذكرتها، الغلو أيا كان هذا النوع من أنواع الغلو، سواء كان غلو الدعاء، غلو المسألة، غلو المحبة، غلو القصد والإرادة، غلو الطاعة في غير الله سبحانه وتعالى. المدخل غالبا يبدأ هكذا، ويبدأ بمدخل التقديس. يعني لاحظ الآن قوم نوح عليه السلام كما ذكر الشيخ عبد العليم، ما كان هؤلاء الصالحين كانوا على العقيدة وعلى التوحيد، لأن آدم عليه السلام كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا معلما مكلما، فهو نبي من الأنبياء، وكان أبناؤه يتوارثون التوحيد والإنذار والتبشير حسب الحال. وكان هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى ود ويغوث ويعوق ونصر، كان هؤلاء على ملة آدم عليه السلام وعلى التوحيد. كان الناس أمة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، فكانوا أمة واحدة، الأمة الواحدة على التوحيد. ثم حصل بعد ذلك لما مات هؤلاء لبس عليهم الشيطان وزين لهم بأن والله أنتم محتاجين لتتذكروهم ولتتعلق على الأقل الذكريات بهم، اصنعوا لهم أصناما، اصنعوا لهم ما يذكركم بهؤلاء. كان يجلس فلان في الموقع الفلاني اعملوا له تمثال، وفلان يجلس في الموقع اعملوا له تمثال. هذه الظاهرة عموما للأسف الشديد حتى في الواقع المعاصر تتجلى الآن في كثير من المظاهر، وهي موضوع التعلق بالصور. في البداية كانت مسألة الأصنام علاقة بالتصوير، علاقة بتصوير صور الصالحين، ثم بعد فترة هذا الجيل الأول انتهى ونفسه كان يعرف التربية والتعليم وكذا، ما كان عنده مشكلة، ما كان يرى عبادتهم. ثم جاء جيل لاحق وبدأ في موضوع التعبد لهؤلاء. أيضا نفس الطريقة، يعني قريش مثلا لو جئنا في واقع العهد الجاهلي، كان الناس على ملة إبراهيم مثل ما كان الناس على ملة آدم، كان الناس على ملة إبراهيم وإسماعيل، وكانوا على التوحيد، كانوا يقولون لا إله إلا الله وموحدين. ثم جاء عمرو بن لحي وهو من خزاعة، ووجد أهل الشام يتعلقون بالأصنام ويعبدون الأصنام، فقال والله منطقة الشام هي منطقة الأنبياء والصالحين والأولياء وكذا، والله يا أخي هذا الذي يفعله أهل الشام، إذن طيب ما الذي يمنعنا نحن في مكة يكون لنا أيضا هذه. ثم في قضية أخرى يعني لها علاقة بالطبيعة الإنسانية، وهو أن الإنسان بطبيعته لا يميل إلى التجريد، يميل إلى التشخيص. يعني أن تقول له أعبد الله بالنسبة هذه قضية مجردة، لكن يريد شيئا مجسدا أمامه، هذه إشكالية كبيرة جدا. يعني بني إسرائيل مثلا كانت مشكلتها مع موسى عليه السلام أرنا الله جهرة، وهذه على كل قضية إنسان، يعني الإنسان بطبيعته يريد أن يرى الأمور. ففي حياته قضية أن تقول له آمن بالغيب مكلفة متعبة. يعني لاحظ هذه القضية صعوبتها، حتى موسى عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، قال يا ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. ففكرة التشخيص أن الإنسان يميل إلى شيء مشخص، هذه أيضا إشكالية قديمة جدا. فكان موضوع الإشراك بالله بدأ أيضا مع عملية التشخيص، الانتقال من فكرة التجريد إلى فكرة التشخيص. وبالتالي نحن نؤمن بالله، ولكن نريد أن نرى شيئا مشخصا نتوصل به إلى الله. فأنا مثلا آتي، لاحظ الآن هذا التشخيص هو الذي ضلت به الآن النصارى وكنائسها، نفس القضية، أرادوا أن يشخصوا الله في شخص عيسى، ثم بعد ذلك أرادوا أن يشخصوا عيسى عليه السلام في شكل التصوير والتصاوير التي نراها، وهكذا. فعلى كل الشرك بالله سبحانه وتعالى أيضا له علاقة بموضوع التشخيص والتخلي عن التجريد. والله سبحانه وتعالى يريد منا في قضية الإيمان على وجه التحديد، أول قضية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب. الغيب أمر تجريدي، يريدك أن تنتقل من عالم التشخيص إلى عالم عالم التجريد وعالم الغيب، وبالتالي انتقل من التشخيص ومن قضية الصنمية والوثنية إلى فكرة التوحيد المطلق. فواحدة من الإشكالات الكبرى التي جعلت البشرية تغوص في الشرك بالله سبحانه وتعالى موضوع التشخيص، وهو أنك تنتقل من التجريد والتوحيد إلى التشخيص،
تجعل الكواكب مشخصة، الأولياء مشخصين، الأنبياء مشخصين، الأصنام نفسها هي تشخيص لحالة أيضا، حالة شخصية، اللي هو والله ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، تشخصه بعد ذلك في صنم، تشخصه في وثن، وهكذا. فهذا النوع من خلال عملية التقديس والتشخيص وطلب الوساطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وهذه يمكن أنا قطعتها. عمرو بن لحي لما جاء حمل معه صنم، وأول صنم يدخل إلى مكة هو هبل. أيوة. ثم بعد ذلك توسعت أن القبائل كلها صارت تنظر والله هبل هذا لقريش وهو موجود داخل الكعبة، طيب لماذا لا يكون لنا أصنام أخرى؟ فصارت هنالك مثلا مناه والعزى واللات، هذه أصنام ثلاثة، واحد في الطائف، واحد في للأوس والخزرج، وهكذا. فصار عندهم هبل وعندهم منات وعندهم اللات والعزى، كل حالة تشخيصية. وعندما يقال لهم لا تعبدوا هذه الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ففكرة الوساطة وفكرة أن والله أن الله سبحانه وتعالى، يعني الشيطان يلبس لك، يقول لك والله أنت لا ترقى أن تخاطب الله، لا يرقى أن تباشر مع الله، والله سبحانه وتعالى يريد منك هذه، ألقي هذه الوساطات، أنت عبدي تعامل معي بشكل مباشر. وهذه فكرة تجريدية كبيرة جدا، وهو كيف أن الإنسان مهما كان وضعه فإن الخط مع الله مفتوح. هذه حقيقة التوحيد، يقول لك ما أريد واسطة، ما أريد وسائط، ما أريد شفعاء، تعامل معي بشكل مباشر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. في كل الأسئلة القرآنية عندما تأتي يسألونك يقول له قل، إلا في الدعاء، حتى قل هذه في الدعاء شطبها، يعني ما أتت في كتابه. وإذا سألك عبادي عني مباشرة فإني قريب، ليس هنالك. فهذه تقريبا موضوع يعني كيف أن البشرية يعني دخلت في موضوع الإشراك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك أخذت على كل أشكال عديدة جدا وصور كثيرة. طيب شيخنا، في الحديث يعني المرء يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو يمجسانه، يعني هل ممكن الشيء هذا يؤثر؟ بطبيعة الحال أن الإنسان يولد على الفطرة، وهنا على كل، سواء قلنا أن الفطرة هي الإسلام أو قلنا أن الفطرة هي قابلية هذا الإنسان لتقبل الخير. يعني الله سبحانه وتعالى فطره بحيث عنده القابلية، كل أوامر الله وكل إخبارات الله وكل الأنباء الواردة في كتاب الله الإنسان عنده القابلية لتقبلها. منهم من قال هذه هي الفطرة، ومنهم من قال الفطرة هي الإسلام، بمعنى أن الإنسان يولد على الإسلام وعلى التوحيد وعلى معرفة الله بالفطرة. وهذا أعظم دليل طبعا في دليل الربوبية، أعظم دليل أن كل النفوس البشرية تولد على هذه الفطرة، تولد على معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يحصل التحول، فمن الناس سبحان الله من ينشأ في بيئة نصرانية فيتأثر بهذه البيئة، ومنهم من يولد في بيئة وثنية فيتأثر بهذه النشأة، ومنهم من يولد في بيئة يهودية، وهكذا. ومنهم من يولد مسلما وينتقل إلى الإسلام، ولكن هنا أيضا تواجهه مشكلة المسلم نفسه الذي يولد في بيئة إسلامية، تواجهه مشكلة إلى أي مدى يكون والله تلقى دينه بعلم وبصيرة، يخرج من دائرة التقليد ودائرة الآبائية ودائرة وجدنا آباءنا لا، الله لا يريد منك ذلك، يريد أن والله هذا الدين تأخذه بعلم وبصيرة وتنشأ على هذا الموضوع. جزاكم خيرا شيخ دكتور حسن سلمان. مشاهدينا الأعزاء، نخرج فاصل ونعود إليكم بإذن الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تعلن شبكة سلام الإعلامية عن إتاحة الفرصة للإعلان من خلال منصاتها للمؤسسات والمنظمات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك مجانا، وتخفيض 50% للشركات الاستثمارية التجارية. بادر بالحجز الآن. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الأعزاء، عدنا إليكم. شيخ عبد العليم إدريس، هنالك العديد من مظاهر الشرك في بلادنا، لو تطلعنا على بعض هذه الصور من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يغلب في بلادنا هو الشرك
قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب حالات الناس، وأكثرها هي تكون في الشفاعة. يعني يذهبون إلى الأضرحة، وقد تكون بعدها أضرحة كفرية حتى، يعني أصلا يعني الذي أسس هذه المقابر أو هذه الأماكن التي يستجلب منها الشفاء حسب زعمهم قد تكون كنسية ويقوم بها قساوسة. هناك من يفعل ذلك في بعض المناطق وبالأخص في المرتفعات. وهناك في كذلك شفاعة من بعض الأولياء والصالحين كما ذكر الشيخ أبو البراء. هذه الأمور التي موجودة، وهي دعاء الصالحين كزيارة أحمد النجاشي، ما يسمى أحمد النجاشي الموصى به النجاشي، نجاشي الحبشة الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك في مسجد في منطقة تجراي، ويسافر عليها ناس من بلدنا إلى هناك حتى يعني. وهناك في بعض الشيوخ معروفين وحتى لا يعرف لهم قبر يعني أساسا، لكن الناس يدعون لهم مثل عبد القادر الجيلاني، وكذلك خضر عليه السلام، وغيره من الصالحين المعروفين في تلك المناطق. يودع لهم الأضرحة وتذبح عندهم القربان، ويدعى ويدعون الله تعالى بواسطة هؤلاء كما ذكر الشيخ. وكذلك يعني التصوير الذي ذكره الشيخ قبل قليل، هم يعني يريدون شيء محسوسا ملموسا، يقول لك أنا هذا الشيخ كذا كذا كان سيرته وهذا قبره، وأدعو الله تعالى وهو يوصلني إلى الله تعالى. هذه طبعا من الدرجات. وبعدهم قد يصل إلى الكفر عندما يعتقد أنه هو الضار والنافع، وهو هذا الضريح أو هذا الشيخ أو هذا المكان الشافي، هو هذا المكان الذي يرزق الإنسان ابنا أو بنتا، هو هذا المكان. يعني كما يسمى عند قابر في مرتفعات السرايا، هناك في الكنيسة التي تقوم بهذا العمل، ويذهبون بعض المسلمين إلى تلك الذين حرموا من الأبناء لعلهم يجدون الشفاء هناك، والقسيس هو الذي يبارك وهو الذي يأتي به. هذه مظاهر موجودة. أما الشرك الأصغر فهي منتشرة في جميع العالم كما ذكرها كثير من الشيوخ، يعني هي لا تختلف عن بلدنا أو عن غير بلدنا يعني. هذه مظاهر أغلب المظاهر اللي موجودة. وكذلك بعض البدعيات قد تصل إلى شيء مثل المولد والغلو فيه والإحياء الأموات والغلو فيه. هذه قد تكون يعني تصنف من بعض الصغائر، والله أعلم. يعني هذه المظاهر شيخ عبد العليم، تسمعني؟ أي نعم أسمعك يا شيخ. نعم، يعني هذه المظاهر ممكن أن تكون من المسلمين نفسهم، يعني ممكن الناس تلجأ إلى مشايخ مسلمين في معتقدهم أنهم مسلمين، ولكن عندهم الأمور الشركية وهذه الأمور. أي نعم، هو الذي ذكرت حتى الذين يذهبون إلى القساوسة وغيرهم هم مسلمين، وهذا الذي نعم. محزن يعني. عندما ذكرت مثال عند قابر موجود في مرتفعات سرايا، قلت هؤلاء يذهبون وهم مسلمون. أنا لا أتكلم عن النصارى، ليس بعد الكفر ذنب، أنا أتكلم عن المسلمين. أيوة. حرم من الذرية عقم أصابه ويذهب إلى هذا المكان، هذا أشد من أن يذهب عند الصالحين. عند الصالحين قد تلتمس لهم العذر يعني. أنا أقصد أن الشيخ الذي يذهبون إليه هو مسلم، ما قسيس ولا نصراني. إيه نعم، يعني هو في معتقدهم أنه شيخ أحمد النجاشي. نعم. ذكرت أحمد النجاشي، وذكرت عبد القادر الجيراني، وهناك ما يسمى محمد سراج، الشيخ محمد سراج والشيخ المزمل والأرض الكناني أو الكذا. هذه كلها مسلمين، وهؤلاء كانوا صالحين، وبعضهم كان على عقيدة سليمة وصحيحة. عندما تقرأ أدبياتهم أو ما تركوه من الأبيات فهي توحيد خالص، لكن الناس عدم فهمهم لهذا يقعون في الشرك وهم بجهلهم يظنون أن هؤلاء ينفعون ويضرون. كما ذكر الشيخ، يعني يستحقرون من أنفسهم أن يدعوا الله تعالى مباشرة، يقول أنا مذنب، أنا مخطئ، وأنا عاسي، وأنا كذا كذا، لا يمكن أن يتقبل الله دعائي، فلا بد أن أذهب إليه بواسطة. وللأسف الشديد كثيرا ما يمثلون بهذا
يقول لك إذا أردت أن تذهب إلى حاكم أو إلى القاضي أو إلى كذا، يعني تجعل بينك وبينه وسيطا نعم. حتى تدخل عنده وتطلب حاجتك، فما بالك بالله تعالى؟ فنحتاج إلى وسطاء، فهؤلاء قد يكونوا الأنبياء وقد يكونوا الملائكة وقد يكونوا الصالحين الشيوخ والأضرحة. نعم. وهذه أشياء شيئا فشيئا من الجيل إلى الجيل، يظن الجيل أنه هو هذا الضريح هو النافع هو الضار. هنا اللي تتحول إلى الشرك الأكبر يعني. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. دكتور حسن سلمان، تحدثنا في بداية الحلقة عن الشرك وأقسامه، وتطرقنا إلى بعض صور الشرك في بلادنا. نريد الآن الحديث عن المفهوم الشامل للتوحيد وأهمية التوحيد، وكذلك أنواع التوحيد. جيد. دعني أضيف بس بعض الإضافات في موضوع المظاهر. نعم. ما تفضلت يعني موضوع المظاهر، يمكن الشيخ جزاه الله خير تكلم عن موضوع المرتفعات بما فيها من أشخاص. مناطق المنخفضات أيضا فيها تقريبا الآن ومنذ فترة يعني فيها طبعا الطائفة الختمية المرغنية، يعني تسود فيها بشكل واسع جدا. وفي بدايتها حقيقة للإنصاف كانت حركة دعوية تعليمية وأفادت كثيرا، أدخلت الكثير من الناس في الإسلام، ويعود لها يعني فضل كثير من القبائل التي تعد الآن قبائل مسلمة ساهمت فيها تقريبا الطريقة الختمية والمراغنة. ولكن دائما سبحان الله الأديان مع الوقت يحصل فيهم، مع الوقت ومع انتقال الحالة من جيل إلى جيل، كما أن الحكومات في البداية يأتي الثوار والأحرار وكذا، وبعد فترة تتحول إلى المنفعيين المصلحيين، كذلك الأديان. يأتي في البداية رجل داعية ومعلم ويريد للناس الخير وكذا، ثم تنتقل الحالة منه إلى أبنائه، فتتحول من حالة دينية خالصة إلى حالة مصلحية، أو يتداخل فيها الديني مع الدنيوي، وتتحول إلى الأسرة نفسها التي الآن تتسيد هذا الوضع، تبدأ في قضية المنافع. المنافع لابد لها من أدوات، فتأتي قبر الشيخ فيدفن الشيخ في مكان، يعمل له مثلا قبة من القباب. في البداية عادي جدا ممكن يقال والله فقط نحن نريد أن ندعو له والفاتحة له وكذا، وبعد فترة ينتقل من الفاتحة له إلى طلب الطلب منه. لاحظت؟ فبدلا ما كان هو محتاج إلى دعائنا صرنا نحن محتاجين إلى أن ندعوه. فهذه الإشكالية على كل واسعة جدا. عندنا كثير من المناطق جزء منها قبور حقيقية، جزء منها قبور غير حقيقية، وتتحول من حالة دينية إلى حالة مصلحية. الحالة المصلحية بعد فترة تتحول من حركة وعي وتحرير للعقول إلى حركة تجهيل واستعباد للعقول. نفس هذه الحالة الدينية اللي تحولت إنه والله أردنا أن ندخل الناس في الإسلام ليتحرروا يحققوا التوحيد يرتبطوا بالله، إلى مع الوقت إلى أنه والله لو تعلم هؤلاء سيخرجون عن السيطرة. وهذه التي قال عنها يعني الحافظ إبراهيم لما قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة، من لي بحظ النائمين بحفرة تراق على عتباتها أو توضع على عتباتها الأرزاق إلى آخر ما قال. فهو لاحظ بأنه الأموات يرزقون والأحياء لا يرزقون. يعني كيف أن، وهذه رأيناها ونحن أطفال، يعني كان أحيانا نتيجة الواحد منا مثلا يكون مشاق مشوش فيأخذونه ويذهبون به إلى واحد من هذه الأضرحة ويطلبون الهداية لابنهم. هذه مررنا بها وعشناها ورأينا هذا. فعلى كل هذه المسألة موجودة، ولها على كل من مصوع وكرن ومناطق الساحل وبركة كلها، إلا هنالك شيخ من الشيوخ يعتبر مركز لهذا الاتجاه. وتأتي قضية الدعاء أحيانا عن بعد، حتى ليس عن قرب فقط، يعني أحيانا عن بعد شيخ فلان ينادى عند اللي هي الاستغاثة به، مناداته، الاستنجاد به، الاستعانة به، هذه كلها مظاهر حتى لو لم يأتي إلى القبر نفسه، لكن تجد هذه المسألة واسعة وكبيرة جدا، بحيث مثلا شيخ فلان هذه عادية، يعني الاستغاثة بالأشخاص. هذه كلها من المظاهر حقيقة اللي لا بد من المسلمين أن ينتبهوا إليها. وكما تفضل جزء منها قد يدخل في الشرك الأكبر إذا جاء الشخص إلى صاحب القبر أو هذا الذي يظنه وليا أو شيخا وطلب منه على أنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولكن إذا هو يدرك أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ولكنه يتصور بأن دعاءه لا يقبل إلا
إذا جاء إلى هذا المكان، فهذه بدعة وقد تدخل في الشرك الأصغر الذي هو وسيطة عموما أو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولكن لا نقول لكل من والله رأيناه على قبر نتصوره أنه دخل في الشرك الأكبر، فتحتاج على كل المسألة إلى تعليم وتوجيه للناس أكثر من الحكم على هؤلاء الناس. بالنسبة لموضوع توحيد الله سبحانه وتعالى، إذا أدركنا الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطواغيت كثير كما قال ابن عباس، الطواغيت كثير ورؤوسهم 5. فإذا أدركت حجم الطواغيت والطاغوتية هو الطغيان في الشيء، الطغيان في محبة الشيء، الطغيان في قصد الشيء، الطغيان في دعوة الشيء، الطغيان في طاعة الشيء، فإن التوحيد هو أن تكون في قمة الكمال في المحبة لله، قمة الكمال في إرادة الإخلاص لله، ألا لله الدين الخالص، قمة الكمال في دعوة الله سبحانه وتعالى، قمة الكمال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي التوحيد سيكون في حقيقته إفراد الله سبحانه وتعالى بالتعبد، أن اعبدوا الله. كل الرسل تلاحظ من أولهم إلى آخرهم كانت هذه بالنسبة لهم القضية المركزية، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وموضوع التوحيد له علاقة بالألوهية، له علاقة بالألوهية وله علاقة بالربوبية. له علاقة بالربوبية معنى أن الإنسان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرب، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق، هو يعني كل ما من الله إلينا. الربوبية هي كل ما يرد من الله إلى الخلق، فالله هو الذي خلقهم والذي رزقهم والذي يحييهم والذي يميتهم، هو كل ما يفعله الله تجاهنا، هذه ربوبية. هذه المسألة تجد أحيانا بعض الذين ينكرون الألوهية قد يكون ربوبيين، والآن عندنا كثير من الفلاسفة ربوبيين، يقول لك والله أنا أؤمن أن هنالك رب، أنا لا أقول بأن هذا الكون خلق صدفة، أؤمن أن هنالك رب. لكن طيب هل تؤمن أن هذا الرب آمر وناهي ومعبود ويقصد ويشرع ويتدخل في شؤونه؟ يقول لك لا، بس مهمته خلقنا. وهذه طبعا بدأت من أرسطو، فكرة الربوبية هذه من أرسطو، وهو يرون أن الله خلق ثم مثل السي دي كده، أنت خلاص الكون له قوانين نظمتها في سي دي وركبت السي دي عليه وانشغلت منه بأمر إيه؟ بأمر آخر. فالخلق تركتهم بعد ذلك يفعلون إيه؟ ما يشاء. فالتوحيد لا، ليس كذلك. التوحيد لا يكتفي بقضية الربوبية، هو نمط من أنماط التوحيد، أن الإنسان ابتداء يقر بأن الله خالق، وقبلها يقر بأن الله موجود. القضية الأولى أن يقر بوجود الله. المسألة الثانية أن يقر بربوبية الله، بأن هذا الذي خلق هذا الموجود، هذا الكون المباين له والمفارق له هو الله، كل ما سوى الله فهو مخلوق. طيب هذا الخلق كله أثر من آثار الله الموجود، فالإحياء والإماتة والرزق والإحياء والتدبير للكون ضمن قانون الربوبية. طيب ينتقل المؤمن، وهذه مهمة الرسل والأنبياء، يعني ما كانت قضيتهم الصراع في قضية الجدال في قضية الربوبية لأنه كانت واضحة عند الناس. لكن كان المشكلة كلها في مسألة إيه؟ مسألة قولوا لا إله إلا الله. أجعل الآلهة، يعني فكرة التعدد في الآلهة كان مسيطرة، أجعل الآلهة إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. فالمشكلة كلها قولوا لا إله إلا الله، بمعنى هذا الرب الذي تؤمنون به والخالق والمحيي وتقرون بذلك يترتب عليكم عبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ، طالبهم بالعبادة لله الذي خلقهم، يعني رتب على ربوبية الله عبادة الله. فإذا توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو من العبادة لله، بمعنى يحبونه ويطيعونه ويقصدونه ويدعونه ويتقربون إليه ويخشونه، الخشية والرهبة والتوكل والاستغاثة. فكل ما يرد من العباد لله هذا الذي يسمى توحيد إيه؟ توحيد الألوهية. وما بينهما طبعا يتداخل هنا وهناك موضوع توحيد الأسماء والصفات. فتقريبا هذه الثلاثة أنواع هي أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ويمكن أن نقسمهما إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. فتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد المعرفة توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. فنطلب من الله ونقصد الله ونتوكل على الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نوحده ونتوجه إليه. نعم. شيخ عبد العليم إدريس، كيف يمكننا تحقيق التوحيد بالله سبحانه وتعالى في حياتنا اليومية، وما هي الأعمال التي يتحقق بها التوحيد لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. طبعا حتى يتحقق التوحيد لابد لا ينبع من الجهل، يعني أول شيء لابد أن يكون علم كما قسمه الشيخ، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. إذا إنسان ما عرف هذه الأشياء لا يمكن أن يحقق التوحيد. إذن أول شيء يكون بالتعلم، الرجوع إلى العلم، وثمرة هذا العلم سيأتي المعرفة أن تحقق الله تعالى، أن تعرف خواصه وهو في الربوبية، أنه زي ما ذكر الشيخ الاعتقاد والإيمان بأنه هو خالق رازق محيي مميت، كل هذه الصفات. ثم بعد ذلك بعد ما تعرف الربوبية هذه علما ستأتي تنفيذ عملية يومية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن معناها حياتي كلها، سلوكي كلها، تحركاتي كلها تتحقق إذا عرفت هذا الله تعالى هو المستحق لهذا العبادة. بهذه الطريقة الإنسان عندما يعرف أنواع التوحيد ويعرف الله جل وعلا هو المستحق ليس غيره، ولا نعبد غيره ولا نشرك به، كما أخبر الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن إلى كلمة سواء، إلى توحيد، إلى عبادة الله وحده، إلى سؤاله وحده، إلى الالتجاء إليه وحده. هذا كله يتحقق بالعلم والجلوس عند العلماء ومعرفة كتاب الله تعالى، ثم ما خرج منها من العلم ما يسمى التوحيد والفقه وغيرها، كلها خرجت من هذا الكتاب جل جلاله، وتتحقق عبادتنا عندما نعرف ونترك الجهل. بارك الله فيكم شيخ عبد العليم. دكتور حسن، هل من رسالة واضحة أو نصيحة نرسلها إلى الذين يذهبون إلى المشايخ ليستنجدوا بهم أو إلى الأضرحة يعني هل من رسالة واضحة لهم؟ جزا الله خير. يعني الشيخ عبد العليم، موضوع العلم حقيقة مسألة مهمة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل العلم مقدم على العمل. والإمام البخاري تأكيدا لهذه المسألة في كتابه يقول: باب العلم قبل القول والعمل. فجزا الله خير. يعني موضوع العلم والتأكيد عليه هذه مسألة مهمة جدا حتى يخرج الناس من الشرك بالله سبحانه وتعالى، من المعاصي، من الذنوب، من كذا، لأنه أنت محتاج إلى العلم في تحقيق المعارف ومحتاج إلى العلم في تحقيق العمل أيضا، لتتعرف على العمل الصالح من العمل السيء أنت محتاج إلى العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي يقول: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه الآية لكفتهم، لأنها فيها العلم والعمل، فيها العلم والعمل، وفيها خلاص النفس وخلاص أيضا الآخرين. وبالتالي هذه مسألة على كل مهمة جدا يعني في هذا الجانب. بالنسبة لموضوع السؤال إيش أنا رسالة أو نصيحة؟ على كل نصيحتنا نحن نؤكد على أننا توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن نخرجه من دائرة النزاعات والخلافات والمذهبيات والطوائف والطرق. يعني بعض الناس كأنما يتصور أن توحيد الله متعلق بطائفة معينة. لا، توحيد الله كل من شهد أن لا إله إلا الله فعليه أن يبحث عن حقيقة التوحيد ويجتنب حقيقة الشرك، بعيدا عن أنه والله الجماعة الفلانية تدعو له أو لا تدعو له. فبالنسبة لنا كما تفضل كل الناس، نحن الآن كما أن الله أمرنا أن نقول لأهل الكتاب، صرنا الآن مخاطبين بأن والله نقول للمسلمين: يا أيها المسلمون تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، التوحيد له متطلبات أيضا. يعني من وحد الله سبحانه وتعالى فله متطلبات، وهو أن تجتنب حقيقة الشرك بالله وتجتنب ما يؤدي إلى الشرك. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله ما أمر بشيء إلا وأحاطه بجملة من الأمور، وما حرم شيء إلا وأيضا حرم الوسائط المؤدية إليه. فإذا أمر الله بأمر واجب من الواجبات تلاحظ أنه يحيطه بجملة من النوافل. يأمر الله بالصلوات الخمس ويحيطها بجملة من النوافل. يأمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة ويحيطها بنوافل الصدقات. يأمر الله بالصيام الفرض ويحيطه بجملة من النوافل.
كذلك المحرمات، يحرم الله سبحانه وتعالى الزنا ويحيطه بجملة من الممنوعات، بحيث والله لا تصل أنت إلى كذلك نحن الآن موضوع الإشراك بالله سبحانه وتعالى، هنالك ما هو من صلب الشرك وهنالك ما هو من الحواشي. يعني مثلا لما قال الرجل أمام النبي ما شئت ما شاء الله وشئت يا رسول الله، هذا ليس من الشرك الأكبر، يعني هو من الشرك أو من القضايا التي تؤدي إلى الشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه عليه الصلاة والسلام كان ينهى حتى عن هذه الألفاظ التي فيها ما يمكن أن يفهم. يعني يمكن أن تفهم قضية المشيئة الإنسانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص حتى هذه يجب أن يقول قل ما شاء الله ثم شئت، أي أن المشيئة نفسها اجعل فاصل ومساحة ما بين مشيئة العبد ومشيئة المخلوق حتى لا يفهم بأنها متساوية فتؤدي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فعلى كل نحن نوصي الناس إن شاء الله بالتعلم أولا، تعليم أبنائهم، تعليم أنفسهم، البحث عن حقيقة التوحيد، تجنب حقيقة الشرك، أن لا تكون ردود الأفعال هي الحاكمة في هذه المواضيع، لأنه هي مسألة مصيرية. يعني أن تكون موحدا أو تكون مشركا بالله أو تكون مؤمنا أو تكون كافر، هذه مسائل مصيرية، فلا تخضعها لردود الأفعال ولا تخضعها لمنطق المصالح ولا تخضعها لمنطق الآبائية، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه طبعا خطيرة جدا، حتى ربما يعني كان من أخطر القضايا التي مرت على أبي طالب بأنه هو مدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لا يكذب، وأنه هذه كان مدركها، ولكن رأى إن والله كيف يموت وهو قد شاب على هذا الأمر. وبعض الناس يقول لك أنا كبرت على القصة 50-60 سنة الآن أرجع للكلام بتاعت أولاد صغار وكذا. هذه كلها إشكاليات على كل تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى تنبيه، وهي قضية مصيرية ولا بد الإنسان أن ينتبه إليها، وأن الخلاص كل الخلاص في تحرير التوحيد لله سبحانه وتعالى. وتوحيد الإنسان لله سبحانه وتعالى هو قمة الحرية. يعني عندما تدعو الله يتعلق قلبك بالله وتتحرر من كل القضايا التي تأسرك وتأسر قلبك وتأسر جوارحك، فتكون أنت حرا طليقا إلا ما كان من أوامر الله سبحانه وتعالى، فهنا تكون أنت كالطير المحلق. والله سبحانه وتعالى طبعا في سورة النحل طبعا أشار إلى هذه المسألة، قضية أن الطير المحلق في السماء. كذلك الشخص الذي يتحرر من كل الأغلال والآثار والعبودية هو كذلك الطائر الذي يحلق في السماء، لا يمسكه إلا الله، لا يمسكه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا الإنسان الذي لا يمسكه إلا الله سبحانه وتعالى. في الختام جزاكم الله خيرا دكتور حسن سلمان وفضيلة الشيخ عبد العليم إدريس على هذا التوضيح والتبيين في مسألة الشرك والأعمال التي قد يقع فيها كثير من الناس، وكذلك حديثكم عن التوحيد وأهميته وكيف يكون التوحيد بالله سبحانه وتعالى منهاجا لحياة المسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما أشكر مشاهدي قناة سلام الفضائية على حسن المتابعة والاستماع، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل